المسلسل العربي الحشاشين اللي بيعرض في رمضان الحالي بيضم مجموعة من الممثلين المصريين والعرب، وبيتقدمهم الفنان المصري كريم عبد العزيز. والعمل من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج الشركة المتحدة. واستغرق تصوير المسلسل عامين، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن تم تأجيله بسبب تأخير تصوير بعض المشاهد. وأبطال العمل زي ما قلنا كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد ونيقولا معوض وميمي جمال وعماد الراهب ومحمد رجب وأمينة خليل وياسر علي ماهر ومجموعة أخرى من الفنانين. يتواصل الجدل حول مسلسل الحشاشين الرمضاني، فبعد استخدام اللهجة العامية ووقوع أخطاء تاريخية في العمل طالت انتقادات جديدة. مشاهد قيل إنها مستنسخة من عمل أجنبي شهير يعود لعام 1979. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشهد من المسلسل الرمضاني حيث تسقط الأمطار على بطل العمل كريم عبد العزيز اللي هو حسن الصباح في المركب بعرض البحر، مشيرين إلى أنه يتطابق مع مشهد من فيلم المسيح. وهذا المشهد جاء بشكل متطابق مع مشهد من فيلم ذا جيسوس فيلم، حيث كان المسيح يتواجد في مركب وفجأة سقطت الأمطار بشكل غزير وارتفعت الأمواج وصار المركب مهددا بالغرق، إلا أن السيد المسيح كان هادئا للغاية وسط الرعب الذي تملك الجميع، فوقف عند رأس المركب وظل يردد بعض الكلمات رافعا رأسه لأعلى لتتوقف الأمطار وتهدأ الأمواج. وانتقد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استنساخ المشهد، وكتب أحدهما أن المشهد مسروق بالكامل من فيلم يسوع وهنا يقلد السيد المسيح. وكتب آخر يعني عشان 85% من الناس مسلمين وما تفرجوش على فيلم المسيح هتشتغلهم يا ميمي. وجدير بالذكر أن فيلم ذا جيسوس فيلم بينتمي لأفلام السير الذاتية درامي، وبيتناول سيرة السيد المسيح في إطار درامي عائلي، وهو من إنتاج عام 1979. ولو رجعنا للحلقة الثالثة من الحشاشين هنلاقي نفس التطابق فعلا. وفي الحلقة الثالثة هنشوف إن وقعت تقلبات مفاجئة في الطقس، وكادت المركب اللي بيتواجد فيها حسن الصباح وأسرته أن تغرق في عرض البحر، وسط حالة هلع أصابت الجميع، إلا أن الصباح كان هادئا جدا وكأن شيئا لم يكن، وظل يردد بعض الكلمات بعد رفع رأسه إلى السماء، ووقف على رأس المركب فسرعان ما توقفت الأمطار الغزيرة وسط دهشة من بالمركب ليعلنون له متابعته في أي شيء ليطلب تغيير مسار المركب إلى عكا. وأنا عن نفسي حبايبي اتفرجت على المشهد ده، ومن أول لحظة عرفت على طول إن المشهد متركب من فيلم المسيح. أشكركم حبايبي على حسن المتابعة، أما اللايك بفكركم بيه. مع ألف سلامة.